أي نعم، إلى الله، إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى، ففي يده كشف المضرة والبلوى. قد تكون الشكوى لله عز وجل، لأنك قد تكون في مكان لا يراك فيه إلا الرحمن ولا يسمعك فيه إلا الله. فقل لي بربك يا عبد الله، عندها لمن ستبث الشكوى؟ ومن يسمعك حينها إلا عالم السر والنجوى. سلوا عن ذلكم إن شئتم، سلوا السجناء والأسرى، سلوا من في السجون يخبرونكم من يدعون ولمن يتضرعون ويشكون. فهذا يونس عليه السلام في بطن حوت أسير، وفي ظلمة ليل كدير، وفي أعماق بحر غزير، لا إله إلا الله، في هذا المكان الموحش من يسمعه ومن ينقذه ومن يخرجه من هذا المكان؟ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله. نادى وشكى ورفع الشكوى لمن؟ شكى لمالك الأملاك ومدبر الأفلاك، شكى للذي كل شيء خاشع له، شكى للذي كل شيء قائم به، شكى للذي من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. شكى لله، لم يشكو لحجر ولا لشجر، لم يشكو لولي من الأولياء ولا لنبي من الأنبياء ولا لملك من الملوك أو من الملائكة. شكى لله وحده لا شريك له، ونادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كان الجواب عباد الله؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين.